السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد واقتراح جديد. اقتراحي في هذا الفيديو دوازتاي بشكل جديد راقي وبنين. المكونات ديالو بسيطة مع بعض الإضافات اللي كيخليوه يجي متميز وبنين وكيعطيه واحد القرمشة وكيجي مرمل في الفم ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال استحسانكم حتى نتوما. انا هاد الشكل اللي ضاقو عندي ما كيخرج حتى كيسولني على المقادير والطريقه، ما كيخطانيش في الاعياد ديالي في المناسبات وحتى في الايام الاخرى. دائما كيكون عندي هاد الشكل ديال هاد الحليوه. انا كنجتهد فيه، كندير فيه عده اشكال. اليوم فضلت نديرو لكم بهذا الشكل. ودابا غادي ندوزو للمقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير سهله وبسيطه. عندي 125 غرام ديال الزبده. انا هنا خديت زبده مارغرين نوعيه لده. درت كاس ديال السكر حبيبات او السنيده تكون رقيقه. انا كانت عندي غليظه شويه، حاولت نطحنها غير شويه ماشي بزاف. غاديه نضيف قبيصه ديال الملحه ونخدم الزبده مع السكر حبيبات. هنا غادي نضيف كيس ديال السكر المنكه بالفانيلا، كيعطي واحد المذاق زوين وممكن ما نديروهش. وغادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الزيت المائده. هنا العبارات كلهم بكاس العنبه. صافي غادي نخدم هاد المقادير. الزيت راه كيساعد الزبده باش تطلق وتذوب لينا مع السنيده. غادي نخدمهم مزيان حتى يتجانسوا ويوليو على شكل كريمه. ضروري الزيت يتجانس لينا، ما يبقاش معزول باش ما يخرجش لينا من العجين. هنا غادي نضيف بيضه متوسطه الحجم وصفر ديال البيضه، والبيض غادي نحتفظ به جانبا. نفس الشيء ملي غادي نضيفوا البيض، ضروري خاصنا نخدموا البيض في هاد الكريمه حتى يتجانس لينا 100%. هاد المراحل راها مهمه وهاد الملاحظات راها مهمه. هنا الاضافه ديال نصف كاس ديال الكوك محمر غيخليها تجي فيها واحد المذاق جد رائع. وهنا واحد الكيس صغير ديال الفلان كراميل. هنا 2 معالق كبار ديال بودره الباتيسير. وبالنسبه للفلان كراميل وضفت هنايا واحد الساشي او الكيس ديال خميرات الحلويات من فئه 8 غرام. هنا بالنسبه للفلان كراميل ممكن تعويضه ب2 معالق ديال بودره الحليب المحمص. انا غير ما كانش عندي الحليب المحمص، هادشي علاش اضطريت ندير فلون كراميل. المذاق ديال الحليب المجفف اللي محمص كيجي احسن والذ. غادي نخدم هاد العناصر كامله وهاد المكونات كامله، ومن بعد نبقاو نضيفو في الدقيق في المرحله الاخيره او كمكون اخير. صافي هنا ضفت 2 كيسان وزدت الكاس الثالث، وغادي نبقى نضيف في الدقيق بشويه بشويه ونخدم هاد الحليوه. وضروري تكون العجين ديالها رطبه، بحال الشكل ديال عجينه الصابلي ولا رطب منها شويه. هذا الكاس الخامس اللي ضفته ديال الدقيق. كيف ما يبان لكم راه العجين مازال رطبه. صافي غادي نكتفي بهذا القدر وغادي نحاول نجمعها. راه مازال غادي تشرب، واخا كتبان راها مازال راها رطبه، راه مازال العجينه غادي تشرب شويه. صافي غادي نجمعها مع الجناب ونخليها. غادي ندوز مباشره نشكلها. هنايا درت الفران الغازي كيسخن على درجه حراره متوسطه، ودوزت بديت تنشكل كويرات او واحد الغريبات صغار. شوفوا العجين راها رطبه، حنا حاجتنا بها رطبه باش ما تشتتش لينا مع الجناب ملي نكونوا نشكلوا فيها واحد الحفره او واحد الثقب. هنا باش تدوز ليا الخدمه نقيه ومنتظمه غادي نشكل الكويرات. العجين كله غادي نشكلو على اشكال كويرات، عاد ندوز للمرحله الثانيه. صافي من بعد ما شكلت العجين كله على شكل كويرات متقايسه،
غادي ندوز للمرحله الثانيه، وهي غادي نفند الوجه ديال هاد الكويرات او هاد الغريبات في ابيض البيض اللي خديت الصفر ديالو من قبل درتو في العجين، ونديرو في الكاوكاو كونكاسي. هنا الكونكاسي ديال الكاوكاو ما طيبش، غير سلقته وطحنته في الروبو. صافي هنايا بديت تنشكل في واحد الثقب ولا واحد الحفره في وسط هذيك الغريبه، ونحاولوا على باش ما تطرطقش لينا العجين مع الجناب. هادشي علاش في الاول قلت لكم خاص العجين تكون رطبه شويه. قد ما كانت العجين رطبه ما كتطرطقش لينا مع الجناب ملي نكونوا نشكلوا فيها هذاك الثقب. هنا ممكن نحتفظوا بهذوك الغريبات هكاك بدون تشكيل هذاك الثقب فيهم او هذيك الحفيره، ونغمسوا ليهم الوجه ديالهم في ابيض البيض وفي الكونكاسي ونصفوهم في اللاطه حتى هما كيجيو زوينين. انا بغيت غير نغير شويه ونبدل الشكل ديال هاد الغريبه. صدقوني هاد الغريبه راه كتجي زوينه، وهاد الدوازاتي راه كيجي زوين. لا ذقتوه ما غتبقاوش تستغناو عليه. هنا من بعد ما كملت العجين ديالي كامله غادي ندخلها الفران على نار متوسطه، وغادي نقص النار ونخليها طيب ليا بالمهل، تحمر ليا من الداخل ومن برا. كيف ما تشوفوا الحليوات ديالي انا خرجتهم جاو رائعين محمرين من برا ومن الداخل على نار متوسطه ومعتدله. هنايا دوبت الشوكولاط ابيض، هنا درت نوعيه كالا، وبديت تنعمر في دوك الحفيرات بالشوكولاط. هذا الشكل هذا كيعطيها واحد الجماليه في المنظر، وحتى في المذاق راه كيزيد مذاق زوين وكيزعموا عليها الوليدات. هنا راه درت حبات بالشوكولاط الاسود على حساب الكميه اللي كانت متوفره عندي ديال الشوكولاط الاسود حتى هو، وغادي نستمر بهذا الشكل حتى نكمل كاع الحليوات اللي عندي. هاد الحليوه راه جات محمره، جات بنينه وجات كترمل في الفم، جات الشكل ديالها حتى هو راقي. نتمنى ان شاء الله تجربوه حتى نتوما ويعجبكم، وان شاء الله حتى نتوما اللي ضاقوا عندكم غادي يسولكم على المقادير ديالها. غادي نخليكم مع الفيديو حتى نوصلوا الشكل النهائي ان شاء الله. غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما كملت كاع الحليوات اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي ديالهم بالشوكولاط الاسود والشوكولاط الابيض، وزينت هنايا بواحد الحجيرات مذهبين. جا المنظر ديالهم راقي، اضافه الى المذاق اللي كان متميز بهذوك المكونات اللي ضفت. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من لايك والبارطاج مع الاهل والاحباب. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.